انا بس عايز افكرك بحاجه، خليك فاكر ان انت السنه الجايه في الوقت ده هتكون بتتفرج على الفيديو وبرضه هتكون لسه ما اتحركتش. اتحرك ومذاكر لو كنت مستعجل وفاكر ان انت هتخلص الانجليزي في شهر او في شهرين وتجيب 20 نقطه او هتجيب 10 نقط، يبقى انت غلطان. علشان توصل للمرحله دي لازم يكون اصلا مستواك عالي جدا. لكن انا بتكلم دلوقتي 90% من الناس اللي بتقرر تهاجر سواء استراليا او كندا او اي مكان مطلوب فيه لغه انجليزيه، حتى لو دراسه في المانيا او في اي دوله في العالم، دايما المشكله الاساسيه بتكون في اللغه الانجليزيه. فانت دلوقتي لو انت بتشوف الريل ده وما اتحركتش ومستعجل، فاوعدك ان انت السنه الجايه برضه انا هطلع لك تاني وهتكون لسه ما اتحركتش. فقوم فز ذاكر كده، توكل على الله وما تستعجلش. حتى لو قعدت 6 شهور سنه ذاكر، انت مش خسران حاجه. احشر المذاكره كده كل يوم، علشان كده يعني ربنا يكرمك ويوفقك وتبقى طالب شاطر لو انت هتدرس وتسافر، ونشوفك هنا ان شاء الله على خير.